ازاي توفر اكتر من 30% من مصاريفك في الشهر؟ علشان تقدر تواجه الازمه الاقتصاديه هقولك شويه افكار، والافكار دي هتساعدك توفر 30% من مصاريفك الشهريه، وممكن تزود لك دخلك كمان. بس في الاول انا احمد عامر وده علم الجيب. لازم تعرف ان السر عشان تواجه الازمات الاقتصاديه هو المشاركه. يعني لو عندك عربيه وبتروح بيها شغلك كل يوم، ممكن تشارك حد بيروح نفس مشوارك بمقابل مادي، او تتفق مع جيرانك اللي بيروحوا نفس المشوار وكل يوم تروحوا في عربيه واحد. وفي كذا ابلكيشن ممكن يساعدك تعمل ده. كده انت تبقى وفرت بنزين للنص، وكمان وفرت في صيانه عربيتك. ولو ساكن لوحدك في شقه كبيره او عندك شقه ومش بتستغلها، فانت تقدر تاجرها او تاجر الجزء اللي مش بتستخدمه. وفي ابلكيشنز ومواقع كتير قوي دلوقتي هتساعدك تعرض فيها شقتك، وده هيوفر عليك مصاريف المرافق علشان هتتقسم على 2. ده غير انه هيزود دخلك الشهري. لو عندك معدات او الات او اجهزه كهربائيه مركونه، تقدر تعرضها للايجار حتى بالساعه او اليوم. بعيدا بقى عن المشاركه، لو انت بتتمتع بمهاره معينه فتقدر تستغلها وتحقق ربح اضافي عن طريق انك تشتغل فريلانس في وقت فراغك. يعني وقتك الفاضي هيطلع لك فلوس. ولو ما عندكش مهاره، تقدر تاخد اي كورس اونلاين وتقدم خدمه بالمهاره اللي اتعلمتها. كل اللي انت سمعته ده في علم الاقتصاد اسمه اقتصاد المشاركه. لو جربت حاجه من دول قبل كده قول لي في الكومنتس.